لاعبين اتدمرت مسيرتها بسبب انتقالها لانديه ثانيه في الجزء الثالث. قبل ما نقول اي حاجه يا جماعه، قسما بالله من اول لما عملت السلسله دي وعمال يجي لي ان كريستيانو صفقه فاشله، بالله عليكم حرام، والله العظيم حرام، ده انتوا جننتوني. ازاي يا جماعه كريستيانو صفقه فاشله والموسم الاول ليه اول لما راح مع مانشستر يونايتد جايب 18 جول؟ ازاي ده بقى؟ اقنعوني كده ان هو صفقه فاشله. كمان رونالدو بيلعب وعنده 38 سنه وفي اصعب دوري في العالم، وتين هاج المدرب بتاعه السنه دي مقعده دكه كتير ومضيع فورمته، وتيجوا انتوا تقولوا لي من افشل الصفقات؟ طب ازاي؟ يا جماعه انا متحيز لكريستيانو عشان انا بحبه سكه بقى. يلا بقى نخش على موضوع الحلقه، واول صفقه فاشله معانا واتدمرت مسيرتها بس لفتره معينه، وده اللاعب الوحيد اللي هقوله في السلسله دي اللي مسيرته اتدمرت لفتره معينه، وهو انخيل دي ماريا لما انتقل لمانشستر يونايتد. ما قدمش اي حاجه تشفع له ان هو يكمل، وكان من افشل الصفقات اللي عدت على النادي، بالرغم من ان انخيل دي ماريا ده يا جماعه كله كان متوقع ان هو هينفجر في مانشستر زي ما انفجر في كل الفرق اللي لعب فيها بعديها وقبليها. اللاعب الثاني وهو صفقه فاشله وصفقه غريبه جدا حصلت في وقتها، هو فرناندو توريس لما انتقل لتشيلسي. فعلا فرناندو